اهلا يا صديقي العزيز. اهلا بيك. نورت الفيديو بتاعي مرة اخرى. النهاردة بقى الفيديو عن العمل التطوعي. هل العمل التطوعي ده كويس ولا لا؟ مفيد ولا لا؟ هتستفاد منه ايه؟ تعمله ولا لا؟ انا جربته في دهب. احنا بنتكلم بقى عن عمل تطوعي بتاع سفر بقى، يعني فكك بقى من جو الجامعة ومش عارف ايه لا فكك، احنا دلوقتي بنتكلم على عمل تطوعي اثناء السفر. هل مفيد ولا لا؟ هل في اكسبيرينس ولا مفيش اكسبيرينس؟ بتستفاد منه ايه؟ ده اللي هنتكلم فيه النهارده. بص يا صديقي، انا عايزك تتعود على الفيديو بتاع خلاص مفيش كاتس ومفيش حاجات كتير كده ولا اكشن بقى ولا اللي هو الهري ده. انا هكلمك ببساطه عن عمل تطوعي وتجربتي كانت عامله ازاي لما رحت دهب. آه، كأول شهرين أخدتهم عمل تطوعي في مكانين مختلفين، فكانوا عاملين ازاي واتبسطت ولا لأ واستفدت ايه. بص يا سيدي، عشان توفر فلوس الناس بتتجه لحتة العمل التطوعي، محدش بيدور على اكسبيرينس، يعني فكك من الاكسبيرينس والجو ده. اغلب الناس اللي بتروح تعمل عمل تطوعي، تمام، بتروح علشان توفر فلوس. توفر فلوس ازاي؟ بتاخد مثلا فري اكوموديشن، بتقعد في سكن ببلاش، ودي من اكتر الحاجات اللي بتبقى الكوست بتاعتها عالية اثناء السفر. فبيدوك مكان تقعد فيه، بيدوك سرير في هوستل، بيدوك سرير مش عارف فين. فالمهم انت بتلاقي مكان تنام فيه. وساعات بيبقى فيه وجبات، فطار غدا عشاء، ايا كان تبقى في حاجة مثلا فور فري. ساعات بيبقى فيه activities فور فري، لو هم عاملين حاجة تبقى ليك فور فري. فبتستفاد بالحاجات دي. والله بتوفر فلوس السكن. ف let's say example بتاع دهب. accommodation لو انت وفرت مثلا، كنت هتاخد اقل حاجة سكن شهر هتقعد فيه مثلا ب5000 جنيه، فانت وفرت 5000 جنيه دي وممكن تصرفها في حاجات تانية احسن بكتير. أم، تجربتي، انا اخدت اول شهر ده تجربة لذيذة جدا جدا جدا، وكانت سلسة جدا. وكنت واخد سرير في الهوستل، وفري بريكفاست، بتفطر كل يوم. والدنيا لذيذة جدا، في اكتيفيتيز بتعمل فور فري بتروح معاهم. الكلام ده كله بتدي مقابل بقى عمل تطوعي ايا كان هتعمل ايه، تبقى ريسبشنست، هتصور، بتعمل جرافيك ديزاين، بتمسك سوشيال ميديا، ايا كان اللي بتعرف تعمله. هما بيبقى عاملين كذا اوفر انت ممكن تقدم عليه. فانا كنت واخد جزء ان انا اصور، فكان الموضوع لذيذ. اي اكتيفيتي انا بطلع اصورها وببسط مع الناس. أم، اتعرفت على ناس وخدت تجارب جديدة وقابلت ناس جديدة، كان متعة جدا. طيب عيوبه ايه بقى؟ ان مثلا حظك بقى وحش يا سيدي، وقعت في حد في التعامل والكوميونيكيشن معاه مش كويس في التيم، فالدنيا بتعك منك، ويبقى في مشكلة كده مضايقاك، يعني حتى لو مش مبوظلك بس هو في مشكلة مضايقاك. which is عمل التطوع المفروض تتبسط ويبقى مريح والكلام ده كله والدنيا سلسة. فأنا تاني شهر حصل مشكلة كده ما في العمل التطوعي اللي أنا كنت شغال فيه. و يعني مش هقول تجربة سيئة، ولكن ما كانتش أحسن تجربة بالنسبة لي. وده طبيعي. طبيعي ما تتوقعش ان عمل تطوعي يبقى سلس جدا والدنيا ماشية حلوة قوي. لا، زي اي شغل كأنك رايح تشتغل، في مشاكل، هتقابل مشاكل، يا اما تتقبلها يا اما مش هتتبسط. فيعني تقبلتها والدنيا مشيت. استفدت بايه؟ وفرت فلوس واخدت فري اكوموديشن، ومكان كان لطيف وتعرفت على ناس جميلة، وخدنا تجربة كانت جميلة جدا. آم، فمن ناحية ان انت بتوفر فلوس يا سيدي، انت بتوفر فلوس في نواحي كتيرة جدا، وبتلاقي تيم معاك بيساعدك انت تتعرف على المدينة او المكان اللي انت مسافر فيه. بيقولك احنا هنروح كذا النهاردة وهنعمل كذا وفي كذا خلاص انت في حتة الناس بتكتشف فيها المدينة. دهب فيها اماكن كتير ممكن تتطوع فيها. لو انت حابب تتطوع، تعال نقولك ايه الاماكن اللي ممكن تتطوع فيها في دهب. في مثلا عندك كات شيلتر، ده بيبقى الناس بتربي فيه القطط بتاع الشوارع، بتبقى تعبانة مش عارف متعورة، فبيجيبوها بيرعوها بيدوها أدوية،
بيأكلوها لحد ما صحتها تبقى كويسة، يا إما حد بيتبناها، يا إما بيسيبوها تاني في الشارع ويشوفوا قطط غيرها. في مثلا هوستلز أو كامبات بيحتاجوا ناس تشتغل معاهم في حاجات معينة، ناس تصور، ناس مثلا بتعمل ريسبشنست، بتستقبل الناس، بتتكلم مع الناس، ناس بتعمل مانجمنت للايفنتس وتطلع ايفنتات والكلام ده كله. فده هتلاقيه برضو في دهب. مش جاي في بالي حاجة تانية كتطوع في دهب حاليا. او وانت مسافر، وانت مسافر بقى في اماكن تانية هتلاقي في فارمنج بقى، ان محتاجين ناس تساعدهم في المزرعة، في ناس محتاجينها تنظف معاهم في حاجات معينة. آه هتلاقي في حاجات كتير من ضمن المواقع اللي ممكن تدخل تشوف عليها الحاجات دي. هو اسمه يعني أنا لو افتكرت اسمه ابقى جامد فشخ بصراحة. بص انا يعني مش هيجي في بالي دلوقتي، ولكن ابسط حاجة ممكن تعملها تدخل على جوجل، اسأل جوجل، معروفة، اسأل جوجل آه volunteering ويب سايتس، او travel volunteering ويب سايتس. تمام. هيجي لك ويب سايتس كتير، ناس بتنزل عليها ان هم محتاجين volunteers. اسأل تشات جي بي تي best websites for volunteering while traveling or something. هتلاقي ان هو يديك اوبشنز كتير قوي انت ممكن تدور فيها وتدخل يا سيدي اقول لك على حاجه، ريح دماغك، ادخل على اي كامب، اوتيل، ناس بتعمل اكتيفيتيز على الانستجرام، اسالهم قول لهم احنا هل في opportunity ان انا افولنتير معاكم؟ انا جاي سفر وعايز اقعد شهر او شهرين، فهل في opportunity ان انا اعمل ده؟ انا بعرف اعمل كذا وكذا وكذا وممكن اقدم كذا، او انتوا محتاجين ايه وانا ممكن اقدمه لكم و... واعمله. هتلاقي اوبشنز كتير قوي. ف it's an experience لازم تجربها، ما فكك من حد يكلمك عليها ويقول لك جامده ومش عارف ايه وهتستفاد، لا، روح جرب بنفسك، جرب وخد التجربه، ممكن تعجبك قوي لدرجه انت تكمل فيها على طول، وممكن ما تكونش مناسبه معاك انت، فلا شكرا انا جربتها فتمام، متفضلش تسمع عن حاجه كده بس. and that's it، خلصنا الفيديو. thank you for watching. زي كل مرة ما تنساش ان انت تسبورت، لايك، كومنت، ولا رايك في الفيديو، و I will catch you next video.